معايا ومعاكم النهارده قبل اي القاب مراتي. عرفيني عن نفسك كاننا اول مره نتقابل. انا شخص حاسه ان ربنا خلقه في هذا العالم عشان يعمل امباكت. لو ما عملتيش ده مش مش انا، ما مش هيبقى انا، في حاجه ناقصه. انا كمان ام ان اوفر ثينكر. قال لي احنا هندخل عمليات يوم الاثنين وفي 50% نسبه شلل. انا كده بقى مش في بيرن اوت، انا في الحضيض تحت. ممكن انت تبدا من الاول لان ربنا ما خلقش غير انت، لن تتكرر تاني في الحياه. مقارنه باللي حواليا هو ده اللي بيؤدي الى ستيتس البيرن اوت. فانا دايما في سباق، مش مع حد، مع نفسي. بس انا في سباق مع احسن نسخه من نفسي. انت ليه بتدخل في بيرن اوت؟ عشان انت اوفر اكسبكت من نفسك. مفيش حد غيري واخد رزقي. انا بدات المشروع بتاعي ب 3000 جنيه. صحيت من النوم في يوم قلت انا عايزه اعمل بريد، فول ستوب. حبيبي. رستقتي نفسك انت على الكرسي، ها؟ طبعا. اول مره النهارده تشوفوني قاعد على الكرسي ده، مش على الكرسي اللي متعودين تشوفوني عليه. وده ان دل على شيء يدل مين كلمته بتمشي في البيت. معايا ومعاكم النهارده الوحيده اللي قدرت تقومني من على الكرسي بتاعي علشان بتحب السايد ده اكتر. صعب اقول عليها ضيفه، لاني وانا قاعد معاها بحس حرفيا ان انا قاعد مع نفسي. ظهرت في حياتي بصدفه غريبه، ومن يومها واحنا اخدنا القرار والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نكملها مع بعض. هي برضو الوحيده اللي بتقدر بمعادله صعبه جدا انها تقبلني زي ما انا، وفي نفس الوقت بحس ان انا عشانها لازم اكون افضل نسخه من نفسي. معايا ومعاكم النهارده قبل اي القاب مراتي، باكينام غيتا. حسيت ان انا عايزه اعيط له انا كده من اولها كده، ده احنا لسه ما بدأناش، لسه بنقول يا هادي. ايه رايك في الانترو؟ كاتبها بنفسي تحفه. والله، مش AI. لا انا ده واثقه منه. عامله ايه؟ الحمد لله. مبسوطة؟ متحمسه جدا جدا. يعني it's about time يعني. بصراحه صح؟ مبسوطه It's في my الكرسي بتاعي. signature. طبعا اهم حاجه تكوني باشا، فرصه مرتاحه فيه. فرصه الاثنين خدتها. ايدنتيكال على فكره. يعني كان ممكن تقعدي تربعي هنا برضه. انا بحب السايد ده، فوتوجينيك هنا. ماشي يا عم. انا على فكره عملت كده في الفرح وفي الخطوبه. فاكره. انا شفيت. المفروض يعني عاده ان العروسه بتكون على اليمين والعريس على الشمال. صح. نوت مي. انا فاكر يوم ابدا اخترقت كل القواعد. في فيديو الفرح لما بنتفرج عليه لحد دلوقتي، الراجل بتاع الزفه بيقول لي تعالى جنبي، فبقول له لا تعالى انت جنبي. عمال يقف يقول لي تعالى هنا، اقول له لا لف انت تعالى هنا. ايوه. مش عارف اشرح له بقى في وسط المزمار والزفه اللي كانت حاصله. كل الجيرليز هيتفهموا هذا. اي نو. المهم السايد يكون تمام. طبعا لازم. ماشي. لازم نظبط الشغل. ماشي. تتلز في التفاصيل. عرفيني عن نفسك يا فاكي. ياه. اه السؤال ده غريب قوي وانا حاسه انه منك. وانت بتسمعي مني. احنا اول مره نتقابل النهارده. ليتس مش هقول لك undo، بس يعني let's just يعني start over. عرفيني عن نفسك كأننا أول مرة نتقابل. يعني عادة ما بعرفش أرد على السؤال ده بصراحة. يعني بحب إن اللي قدامي يكتشف أنا حتة بس نظرا لضيق الوقت. احنا معانا all night. الناس مش انت بايته معانا ولا؟ طبعا يا فندم. الحمد لله. بس يعني خلينا لو نقول in a professional way و in a me way. in a professional way أنا باكينام غيتا، 28 سنة. كنت في مدرسة هاوس اوف انجلش، اتخرجت منها ومجموع 100% IGCSE. ما شاء الله. جبت رانكينج توب ايجيبت ارت اند ديزاين IGCSE برضو، وصورتي متعلقة في البريتش كونسل. دي حاجة فخورة بيها جدا. اللهم بارك. دخلت اسنان اسكندرية باي اكسكلوجن باي ذا واي. انا كان كده نفسي اصلا ادخل اتخصص فاشن ديزايننج في ايطاليا، لكن
حصل لي كام وعكه صحيه كده، اضطريت اعمل 3 عمليات في ظهري. بابي كان خايف ان انا اسافر واكون لوحدي وكده، فانا جايبه 100%. كنت عايزه ادخل طب بشري، مش عايزه افني حياتي للعلم يعني. وصيدله I didn't see it يعني ساعتها، مع ان بحس ان انا كان ممكن اجو above and beyond فيها، بس يعني قلت لنفسي لا مش عايز صيدله، فما كانش فاضل غير اسنان. دخلت اسنان اوكي. وطلعت الاولى على الدفعه. ما شاء الله، الله اكبر. مع اني ما كنتش ناويه اعمل كده خالص يعني، بس هي سبحان الله ربنا يسرها لي كده. واتعينت كمعيده جراحه وجه وفكين في اسنان اسكندريه. و this is me so far. عملت my own fashion brand Peaks Fever، بس حاليا on pause. وايه تاني كنت بغني في الاوبرا مكتبه اسكندريه. وبحب ارسم جدا 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 جدا، هنس الفاشن ديزايننج والارت اند ديزاين رانكينج وكده. probably استنبطت الموضوع ده من ساعتها يعني. بس انا برسم من وانا عندي 2.5 سنين. ما شاء و الله. it's more of an identity بالنسبه لي الرسم. بجد بحب ارسم جدا جدا. I fell in love all over again. يا اللهم عم صل بقى، يا عم على النبي يا عم. اللهم صل على يا عم بقى، شكرا بقى. يعني لو هنشيل التايتلز، انت رسامة، دي الحاجة اللي هي قبل اي تايتل كانت موجودة. You're an artist. وحتى لو شلنا التايتل دي كمان يعني، حتى لو شلنا من ارتست، اللي هو on a more me way، انا شخص حاسه ان ربنا يعني خلقه في هذا العالم عشان يعمل impact، a positive impact in life. يعني انا عايزه، معرفش، بس ده طول عمري هدف جوايا و vision انا نفسي اعملها، ان انا اسبريد او انشر positivity في العالم. ايا كان بقى باي طريقه، كان باي وسيله، بس انا حاسه ان انا هنا عشان اعمل بصمه في العالم. عايزه دايما الناس تفتكرني بالحاجه الحلوه، اكون فرقت معاهم في حياتهم. يعني ده شغفي يمكن او هدفي، ان انا بجد I want to do something great. يعني I want to do something positive. الناس تكون فعلا اكون فرقت معاهم، يدعوا لي. عارف، هو ده العمل الصالح اللي الواحد نفسه يقابل ربنا بيه كده، ان دايما يكون عند حسن ظنه، ودايما بينشر الحاجه البوزيتيف في الحياه يعني. ما انت فرقتي معايا. I'll give you this. الحمد لله. انا مقتنع انه اي حد فينا هو نتاج التجارب اللي مر بيها. بداية من اكتشافك لحبك للرسم، جات ازاي؟ كان عندك 2.5 سنين وقتها. اكتشفتي الموضوع ازاي؟ والله انا ساعتها ما اعرفش اكتشفت الموضوع ده ازاي، مش بس فاكرة أكيد. مش فاكره. بس انا لقيت ان انا برسم. أوكي. بحب ارسم. برسم كل حاجه حواليا. حلو. يعني ورد. كنت بحب ارسم فيلة جدا، ما اعرفش ليه، بس كنت برسم الفنس على طول. برسم مومي بابي. لما كنا نروح المنتزه، كان عندنا شاليه في البارادايس بتاع النود الدي. كنت بقعد ارسم الجبال اللي بقعد ارسم. بحب الرسم جدا. فمومي وبابي اكتشفوا الموضوع ده، فجابوا لي البوم، اللي هو الالبوم بتاع صور عادي، كنت بحط فيه رسوماتي. انا الالبوم ده موجود عندهم لحد دلوقتي. تحفه بجد تحفه. انا برجع بجد I was so good. فبجد كان لا يعني انا طول عمري بحب الرسم قوي. وكنت بحس ان هي ايه دي الكونفرسيشن ستارتر بتاعي. بس انا عايزه اتعرف على حد وكده ارسمه. اللي هو اقول له ايه، بص بقى انا رسمتك. ايوه ازاي جسمك ايه بالظبط. حتى اصلا يعني معظم الوقت طبعا صحاب في النادي وكده، ان انا برسم لهم مثلا تاتوز على ايديهم. كنت بمشي دايما بالماركر البني بتاعي، انا معروفه في النادي ماشي ماركر البني. اي حد عايز حنه يلا بينا. وعادي مثلا عندنا تمرين باسكت بعدها، عرقنا خلاص بتاعت اتمسحت، ارسمها تاني. كنت لا بجد دايما بحب قوي ان انا ارسم. وكنت معروفه بالارتست، يعني ام ذا ارتست. انا الارتست اللي في الشله. ما كانش في شله، بس يعني كانش عندي بس يعني هو ده الارتست يعني. بحس دايما الارتست او اللي عنده حته كده دايما ما بيكونش عنده صحاب، او بيبقى صعب انه الواحد يكون عنده فلتة كده
وفي نفس الوقت عنده السوشيال بقى الشله والحاجات دي. ايوه متفقه معايا ولا لا؟ اتفق بس انا ما اعرفش هي دي قاعده عامه ولا لا، بس يعني انا I found it very hard ان انا اعمل صحاب وانا صغيره، وما كنتش فاهمه ليه. بس هو بجد I tried my best. ايام المدرسه بالذات كنت يعني كنت بجد بعمل كل حاجه. كنت مثلا يعني في الفصل اعمل لهم كلهم بوك ماركس بصورهم، يعني ارسمهم. كان في كرتون اسمه ستروبري شورت كيك واحنا صغيرين، كنت برسم البنات كلهم بنفس الطريقه، وكله كان بقى بيتهبل وايه ده وتحفه ومش عارفه ايه وكده. فبيبقى اليوم ده like this is my day. تاني يوم انا شخص مغمور ما حدش بجد ما اعرفش ليه، بس I was bullied وانا صغيره في المدرسه و I didn't know يعني ايه السبب why was I being bullied، وليه ما كنتش عارفه يعني make friends. ما اعرفش، كان اي وقت المدرسه كان صعب. يمكن في الباسكت لا عملت صحاب يعني I had friends، بس دايما academically ما اعرفش الدنيا ما كنتش بتwork out for me يعني. طب هرفلكت باك على حته الرسم، من هنا اتولد حبك للفاشن؟ طول عمري بحب الفاشن ماجازينز والسكراب بوكس بالذات، والقص واللزق والكرافتس والحاجات دي. ف I always had this love for fashion عامة. وكنت وانا صغيرة برسم بقى، يمكن الفويل ده عندي اللي هو فيه رسومات بتاع الكوتشور. كنت برسم موديلز واقعد بعمل ديزاين لدريسز. طبعا زمان ده ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه حاجات دي خالص. فانت بجد الايماجينيشن از بيور. كنت مثلا استوحى درس من اللي هو البيبر راب بتاعت البونبوني، واللي هو اعمل بقى درس منها بجد. يعني كان برجع اتفرج على الحاجات اللي انا كنت عاملاها دي، كنت اقول ايه ده يا بيكو، ده انت دماغ الجمدان ده. لا بجد فخوره قوي بالفيس دي بتاعتي. ودي كانت كام سنه يعني؟ انت عندك كام سنه؟ 7 سنين 8 سنين ما شاء الله الرينج ده. طب ساعتها كنت بتفكري فيها in a professional way ولا كانت لا. مجرد هوبي؟ عمري ما فكرت فيها in a professional way. ما فكرتيش تدرسيها مثلا او حاجه؟ لا يعني حتى كنت دايما بحس انه مش انا يعني من تفكيري وانا صغيره ما كنتش بحس ان انا محتاجه شهاده علشان pursue my love for art. مع ان لما كبرت قلت خلاص انا كده هدخل فنون جميله. اصلا انا رسمت العيله، يعني انا بجد كنت موهوبه من وانا صغيره، وكل الناس كانت شايفه خلاص باكي بتحب الرسم بالظبط، وشايفين انا سابقه كمان سني في الرأي، يعني برسم كمان بسكيل حد اكبر من السن ده. يعني انا تالنتد في الرسم مثلا ايه، ممكن يقول لك تالنتد في الرسم كان 12 سنه، لا انا كنت مثلا 12 سنه وبرسم زي حد تالنتد عنده 18 كده يعني. ما شاء الله. المهم ان انا كان ده الخط بتاعي، ان انا كده هبقى هدخل فنون جميله، لحد ما اخدت ارت اند ديزاين IGCSE، وكان معايا المدرسه بتاعتي. فالمهم هي شافت بقى الارت ستايل بتاعي والليفل وكده، وقالت لي بصي يا بيكو، انت بلاش تدخلي فنون جميله لان مش هتأدي يو في حاجه. وانا فكرت قلت طب ما كده انا ممكن اشتغل كارتست، يعني ممكن ابيع رسوماتي او كده من غير ما يكون عندي شهاده، من غير ما يكون عندي ديجري. فواي نوت ان انا ادخل كليه تانية ويبقى عندي دول ديجري، ابقى عارف اشتغل في وظيفه تانية وفي نفس الوقت معايا الرسم. حلو. كده انا ضربت عصفورين بحجر. حلو. فده كان التفكير بتاعي لما دخلت اسنان، ان انا يبقى عندي دول ديجري واقدر مانج الاثنين. ومن هنا بدأ بيكس ارت. بيكس ارت في الرسم. اوكي. بس بيكس ارت انا بدأته في 2017، كنت اوريدي في الكليه في تاني سنه كليه. بس قصدي الكوميشنز بتاعت الرسم او كده، او الطريقه اللي كنت بتستغلي فيها رسمك. كنت في الكليه. اوكي. سنه تانية كليه. وكانت اونلاين من الاكونت بتاع انستجرام الاول اللي بدأتيه باسم بيكس ارت. بالظبط. نايس. طيب ما تحكي لنا على قبل ما تدخلي الكليه لما كنت عايزه تدرسي فاشن بره. كان في برنامج اسمه بروجكت رانوي. كنت بحبه جدا جدا جدا، كنت اتفرج عليه انا ومامي. يعني كان بيجي على MBC 4. اوكي. المهم بروجكت رانوي ده كان بيتكلم عن بيريكروت فاشن ديزاينرز
بس صغيرين، هم لسه they're not formally a fashion design. والمهم حد فيهم بيكسب في الاخر الفاشن runway project يعني، وبيعمل كولكشن وبعدين بياخد جايزه ماليه وبيبدا بقى الكارير بتاعه. حلو. وكان في سيزونز كتير. المهم انا ده كنت بقعد له، انا بعشق حاجه اسمها بروجكت رانوي، بقعد اتفرج على كل الفاشن ديزاينرز وابداعاتهم والكريزي تاسكس اللي بيطلبوهم منهم، واللي هو ايه، انت محتاج مثلا تعمل ده في 24 ساعه، انت محتاج تعمل ده في 3 ايام ماكسيمم، مش عارفه ايه رانوي سي مثلا هتعمل دريس اوت اوف باسكت الزباله اللي هي يعني اكياس الزباله، ولازم يطلع دريس حاجات بقى مجنونه. فبجد انا كنت مثلا بتفرج على بروجكت رانوي ده من وانا عندي 10 سنين او يمكن اصغر، وكبرت بقى معاهم يعني. فده اللي خلاني احب الفاشن، لانه كله كان اكسبرسيف وكل واحد يونيك. وانا دايما بالنسبه لي embrace the unique self you are. يعني انت عيش باليونيكنس، لان ربنا ما خلقش غير انت، لن تتكرر تاني في الحياه. يعني هو احمد جلال واحد بس، مفيش تاني حبيبي. فهي دي الفكره، انه طب عيش بقى to the fullest، يعني express yourself to the maximum. فده كان ايه، كنت بحس قد ايه ان الفاشن is just a way of expressing yourself من غير ما تقعد تتكلم كتير. يعني هي حاجه very very expressive، وطبعا artsy وart and craft كمان. يعني مثلا كونسبت انت تعمل dress out of اللي هو كيس الزباله تحفه، طلعوا حاجات أكيد رهيبه. يعني انت عمرك ما تحس ان ده كيس زباله يعني في الاخر. فكنت بحب قوي التشالنجز. تخيلت دلوقتي وانت يعني بترفلكت على اكياس الزباله دي، ان انت كنت بتعملي الفساتين وانت صغيره بالبونبوني. ايوه بالراب بتاع البونبوني. بالظبط. انا بجد شخص ارتسي جدا. فبروجكت رانوي هو اللي عزز بقى جوايا فكره ان انا انا عايزه برسو بقى فاشن ديزايننج وكده، عايزه ابقى اعمل الحاجات الغريبه دي. كانت بتحمسني جدا يعني. بس فهو ده كان مينلي يعني ان انا عايزه اخد الرسم في الحته دي، اعمل ماي اون ايدنتيتي. فده كان اللي انا ببص لها على طول. نايس. طب ودلوقتي الفاشن فين من حياتك؟ الفاشن فين من حياتي، هو انا عملت البراند بتاعي بيكس فيفر. يب. بس هو كان عامل زي واخد ريترو فايب كده، تي شيرتس اوفر سايزد وباجز. ايه بقى قصته من الاول خالص بقى؟ جالك ازاي بيكس فيفر؟ لان احنا لما تعرفنا بيكس فيفر واز اوريدي موجود. وهو كان من الحاجات اللي انا يعني ذاكرتها كويس قوي يعني عشان الدخله بتاعتي تبقى مظبوطه. يا ولد يا جامد. فقولي لي فكرته جاتلك ازاي؟ يعني هو اصلا اللي انت كنت عايزاه، ولا الفكره جاتلك وتنفذت تنفيذ مختلف؟ انا في 2019 صحيت من النوم في يوم قلت انا عايزه اعمل براند فول ستوب. فول ستوب يا باشا. السلام عليكم. انا عايزه اعمل براند. قعدت اعمل ديزاينز لتيشيرتس، بنطلونات، دريسز، كلها بتويست كده. وكنت مسميه ساعتها البراند باكينام. يعني مش عامله اصلا، مش حاطه له اسم، بس اي فكره بتجيلي في اوتفيت يعني تيشيرت، جارمنت، حاجه شكلها خزعبليه كده، اقوم رسميها وحطها في فولدر ايباد على الايباد بتاعي. قعدت بالظبط 3 سنين ببني في كولكشنز. تمام. من 2019 3 سنين. انا مش فاكره بالظبط كانت 2019 ولا 2018. المهم يعني نيفر مايند التواريخ. قولي لي ايه اللي حصل بعدها. يعني ان انا في النص كده، وانا خلاص بقى قلت ايه، انا خلاص دول الديزاينز اللي انا هبدا بيهم ومش عارفه ايه وبتاع. حصل ايرور للايباد، كراك حصل غريب كده. المهم كل حاجه راحت، اللي عليه كولكشنز كلها، كل حاجه راحت. انا طبعا بمثل ان انا اول مره اسمع القصه دي، وانا سامعها كتير قبل كده، وكل مره بتاثر، وكل مره هي بتتاثر. بتاع الايباد بتاعي موقف يعيط الصراحه. والله لقيت مجهود 2 سنين. هلو. اليوم ده انا قعدت طبعا اعيط. بس انا ما كنتش بس بعيط على الكولكشنز، احنا كنت في الكليه، انا سنه 5 اسنان. كل المحاضرات وكل الحاجات، كل النوتس اللي انا كنت عاملاها راحت، كل حاجه راحت. فالمهم
تملكت اعصابي بعد عياط كتير وبكاء شديد وقلت خلاص مفيش مشكله، الحمد لله اكيد في حكمه. ما دي بقى فكره ان انا ببص للبوزيتيف اسبكت. اكيد في حكمه، اكيد ان كل الكولكشن اللي انا كنت عاملاه ده بايظ ومش هيودي في اي حته، واكيد ربنا عايزني ابدا من الاول وجديد، عشان يعني مش اول مره تحصل. في حاجات كتير قوي كنت ببقى لها مخلصه بروجكت ومش عارف ايه وكده، واتدلع عليه ميه، الكلبه بتاعتي اكلته يعني حاجات كده، فببدا من الاول وبيطلع احسن من اللي انا كنت عاملاه بمراحل. الحمد لله يعني. الحمد لله. وده اللي بيساعدك تاكسبت الميس فورتشن اللي حصل ده، وانه لو اكيد ربنا عايزني الاحسن، عايزني الاحسن، ما هو في حكمه، ما هي مش منطقي اللي بيحصل. فالمهم قعدت بقى في البيت وكده، وحتى ساعتها ما كنتش لسه عامله يعني اسم البراند، يعني مش عامله حاجه. فالمهم قلت لهم خلاص بقى انا هبدا من الاول، واللي عايزه اعمل البراند بتاعي في البيت. يعني قعدت انا ومامي وبدر وقفت وكده بنتكلم، فقلت لهم انا عايزه بس اسم كاتشي كده للبراند، يعني انا عايزه. وابتديت بقى اعمل اكونت فيجن، اللي هو انا عايزه البراند بتاعي يبقى زي هولستر او جاب، يبقى حاجه يعني ريترو فاشن افري داي وير، حاجات كده يعني افري داي، مش اثليجر، مش عايزه اقول سبورتي، بس لا حاجات افري داي كاجوال كده. والفيجن دي ما كانتش جاتلك في الكولكشنز اللي بتبنيها من سنتين؟ كانت جاتلي، بس الكولكشنز كانت ملخبطه. يعني عامله من اقصى اليمين لاقصى الشمال، هو اي فكره بتجيلي برسمها. فده مش منطقي، يعني هتعمل مفيش ايدنتيتي للبراند، مفيش بيز للبراند. اوكي. فالمهم قلت لهم انا عايزه بس اسم كاتشي كده ابتدي ابني قلت يعني عملت الفيجن بتاعتي اللي هو كونسبت ان انا عايزاه يبقى افري داي كاجوال وير، وعايزه بقى حاجه كاتشي كده اسم البراند يعني. فالمهم انا وانا صغيره كنت بتابع يوتيوبر اسمه جيفري تشانج، بس كان اليوزر نيم بتاعه جيفري فيفر، تمام. فانا كنت من السكواد اللي هم الفانز يعني، وكان عندي بقى بان فريندز من جميع انحاء العالم، من الفلبينز ومن لبنان ومن امريكا ومن انجلترا، وكنا سكواد كده. فكنا احنا الفيفر سكواد، تمام. فالمهم فاخويا كان ضربها كده، قال لي بيكي مش انتي كان في يوتيوبر كده كنت بتعزيه قوي وكنت من السكواد؟ وليه بقول من السكواد؟ لان جيفري نفسه كان بيعز السكواد بتاعنا جدا، وهو من الناس اللي شهرتني علشان هو كان بيشير رسوماتي اللي انا برسمها ليه وللسكواد وكده، فاتعرفت وورلد وايد ان انا ارتست. فقال لي جيفري فيفر وبتاع، فقلت له جيفري فيفر. قال لي طب ما حلو فيفر ده، فقلت له لذيذ. فالمهم قعدنا نفكر، طب ما هو مش هتبقى براند فيفر لوحدها، هتبقى ايه؟ فالمهم قال لي بدر بقى بيكس فيفر بوم. فقلت له بوم، بترجع بالظبط بومينج. المهم قال لي بيكس ليه؟ لان انا كان ساعتها كنا في الكويت، كان الدلع بتاعي بيك. اوكي. كان one of my friends مطلع عليا بيك، فبقى بيكس فيفر بقى. فقلت له بدر ده اسم روش جدا. قال لي اي خدمه، يلا بقى براند بكره ينزل. فابتدت بقى بيكس فيفر تتكون. فعلشان اخلي البراند قريب ليا اكتر كمان، فيفر عملتها بي اتش مش اف. هتقولي ليه؟ هقولك عشان انا عندي كونديشن اسمها linguistic dysgraphia. اوكي. linguistic dysgraphia دي هي الفكره ببساطه شديده ان احنا عندنا فيه فيوز في البرين مش ملمس، مش مظبط يعني، فما عندناش شورت ميموري، فانا ما بفتكرش الاملاء بتاعت اي حاجه، ما بفتكرش السبيلنج بتاع اي حاجه. وده من وانا صغيره كان المدرسين للاسف بيتنمروا عليا عشان هم مش عارفين الكونديشن دي موجوده. كابوس في المدرسه ده، كابوس لحد الحمد لله مامي مسرانيا غنيم ربنا يكرمها مدرسه الانجليش بتاعتي في جريد 10 اكتشفت ان عندي مشكله. قالت لي لا، ما انت السبيلنج بتاعك مش بتاع شخص مثلا مكسل او مثلا مهمل، لا قالت لي في حاجه غلط. انا كنت بكتب الكلمه الواحده 3-4 مرات في نفس الصفحه completely different spelling، كل مرة بسبيلنج، كل مرة بإملا مختلف عن التاني. بالظبط، بالذات الكلام اللي هو مش متطابق مع اللي انت بتستهجاه البرونانسيشن. فراحت قالت لي لا في حاجة مش مظبوط. قالت لو في حد بيكسل هيكتبها غلط كل مرة بنفس الامضة، هو خلاص
بنفس قصدي السبيلنج ايوه الاملاء، هو خلاص مثبت املاء غلط في دماغه وهو بيكتبها كده، اما لا انا كل مره بكتبها باملاء شكل. فهي اللي اكتشفت، هي كانت مامي، لان مامي برضو دراستها رياض اطفال، فهي دكتوراه هي في رياض الاطفال، فعشان كده كانت ساعتها بتذاكر بقى الكونديشنز، قالت لي باكي ده انت بالظبط. سبحان الله، يعني انا قعدت طول حياتي تنمر من المدرسين لحد ما سبحان الله اكتشفناها في اولى ثانوي الكونديشن بتاعتي. بس ده ساعدك في الامتحانات بعدها ان انت الحمد لله كان في تسهيل في اي جي سي اس اي، لا هم عندهم الكونديشن مكتوبه، فبيتعمل اوريدي لجنه خاصه والحمد لله جبت ستار انجلش، رغم ان انا كنت فاقده الامل، انا كنت خلاص انا مش عارفه اعمل ايه، يعني هي انا دماغي كده بس. فعلشان اخلي يس فيفر هنا بي اتش مش بالاف، علشان ترفلكت اكتر على الاونر، يعني اللي هو انا او الكرييتور. يس والموتو بتاعنا embrace the unique self you are، اللي هو بسلطاتك بغنوك بكده، انت يونيك، انت سبيشال، انت مش هتتكرر تاني ابدا، انت نسخه واحده بس. فده كفيل ان انت تكون معتز بنفسك 100%. من الحاجات اللي قلت ان انا دايما بسعى ان انا ابقى نسخه افضل مني، هي دي، هي فكره انه مفيش حاجه مثلا حتى لو كانت الحاجه دي بعيده وبالنسبه لي انا اللي هو كان مجرد فانتزي كده، ما بحسش انك بتيجي في الحاجات البسيطه دي وتقولي لي تكبر دماغك انت مثلا كبرت على الكلام ده او بعيده قوي او فكك او لا. انا بحس انه حتى الحاجات دي واي نوت دوس ف you only live once بجد. وكل ما انا بقرب من الاسبكت ده عندي، كل ما بحس ان انا في كولينج معين او في موهبه او حاجه ربنا زرعها فيا، وانا مش شرط اوصل فيها حاجه، انا بس عايز امارسها. ايوه كل ما بحس ان ده بيرفلكت عليا في حاجات تانية في طاقتي، بس على الاقل يعني مش شرط اكون هاكسل في الحاجه دي، بس هي بتشحن لي طاقتي عشان اجو ثرو لايف، مش مجرد surviving. I'm living. انا حاسس ان انا عايش حياتي وبعمل الحاجات اللي هي ايه بتحسسني ان انا عايش، بتحسسك انك انت تبسطك، ده اهم حاجه. وده كان الموتو بتاع بيكس فيفر، واللوجو بتاعه كان التو اروز اللي هي عكس بعض، ودي جايه من الديسلكسيا برضو او الديسجرافيا، وفي نفس الوقت قولي لي التو اروز جات لك فكرتها منين؟ هي التو اروز ار ديفرنت، هي عامه هي اتس وان ارو، والارو ده بيرفلكت حاجتين. اول حاجه عشان انا وانا صغيره كنت برسم اسهم كتير قوي، بحب ارسم اسهم معرفش ليه، بس drawing arrows is my thing. حتى لما كنت بعمل دودلز ولما كنت بعمل الرسمة الحنة والحاجات دي كنت بحب ارسم اروز، حاجة كده it's my own symbol. الارو بقى بتاع بيكس فيفر مختلف لانه طالع منه زي ايه سكيلتون كده، فده بيرفلكت على الثلاث عمليات اللي انا عملتهم في ظهري وانا صغيرة. انا كان عندي التواء في العمود الفقري سكوليوزز، الدرجة بتاعته كانت عنيفة شوية، كان عامل زي الاس، فاضطريت ان انا اعمل العمليه الاولانيه علشان اعدل العمود الفقري، اسمها spinal fusion surgery. فانا دلوقتي مركبه شرايح ومسامير من اول رقبتي لحد تحت. That's why you beep in airports. ايوه بالظبط كده والله العظيم. دكتور هشام كان مديني متفجرات معناش اي حاجه هيك بس بتصفر بالظبط. دكتور هشام كان مديني الكارت ده علشان لما ادخل المطار هو بجد بيقول مره والله العظيم واحده كنا رايحين فرنسا، فالمهم ايه انا عديت من الجهاز، هي قلعتني بجد كل حاجه، هي كانت جزائريه ما اعرفش ليه، بس هي انا فاكراها لحد دلوقتي. راحت بصت لي كده بعدين عملت على ظهري كده قالت لي هو انت حاطه شرايح ومسامير ده؟ ايوه. عدي يا بنتي تقريبا خنقتها، اللي هو خلاص مفيش حلقان وقلعت، غوايش وقلعت، سلاسل وقلعت، حزمه مفيش. بس الموضوع ده بيبقى ليه كارت فعلا يعني والله كان مديني كارد كده، بس هو دلوقتي
مش عارفه بصراحه فين. أوكي. بس يعني خلاص يعني لما بعدي وحد بقى يبص لي كده معلش عامله 3 عمليات في ظهري بتوفري عليه المشوار من الاول. بس دلوقتي مش كله بقى يديتكت التيتانيوم بليتس دي يعني عادي في ساعات حاجات اللي هو تعدي عادي. بتاع البوابات دي بعدي عادي مش بصفر يعني. أوكي. يعني بس صفرت مره اللي كانت في فرنسا دي كانت مضحكه جدا. فدي كانت العمليه الاولى. دي كانت العمليه الاولى. العمليه الثانيه والثالثه يعني حاجه مضحكه جدا. بس هم كانوا كومبليكيشنز. المفروض السكوليوزز عامه لما بتعمل عمليه هي عمليه واحده بس. بس العمليه الثانيه كنت ماشيه في امان الله في البريك عادي تمام والولاد صبيان بيلعبوا كره قدم. اكل الساندوتش بتاعي وقاعده في حالي ولوحدي وبتمشى. بس فجاه الاقي لك ايه ولد قرر ايه يشوط كوره من الجون للجون. فرزع حته شوطه هي ما دخلتش في الجون هي رشقت في ظهري فمسمارين هربوا من ظهري. بس الحمد لله ما اخترقوش الجلد يعني بس هو طلع بتوعتين كده. انا اصلا في اللحظه دي اغمى عليا ما اعرفش ايه اللي حصل. فوقت اول ما فقت لقيت نفسي ايه في الكلينيك بتاع المدرسه. لقيت بقى الولد جاي منهار دي كويسه. لا بلاش بقى. لا اسمه ايه؟ والله العظيم لا. لا والله حرام بجد. قولي بس. حرام بجد. بس انت اكيد لسه فاكره اسم حد اكيد طبعا. وفاكره ايه هو ممكن اصلا لو هو بيتفرج على الحلقه دي دلوقتي معرفش راح يفتكر. المهم هتقولي على اسمك بعد الحلقه. اليوم يعني ايه الدنيا عدت على خير وروحت البيت وكده. بس فجاه بقى ببص في المرايه لقيت بقى ايه مسمارين كده طالعين والسكين عليهم كده عارف كانهم 2 بروجكشنز كده ديناصور. المهم ايه ناديت مامي قلت لها مامي حابه اوريكي حاجه كده عجيبه الشكل والمنظر. فالمهم دخلت قالت لي يلا بينا نروح دكتور هشام. راح دكتور هشام فقال لي بصي يا باكي هندخل عمليات ونشيلهم عشان ما يعلموش بقى في مكانهم يعني. وفعلا دخلت تاني عمليه وشلت المسمارين دول. اوكي كان يعني مسمارين وكانوا شايلين رود كده بليت يعني شلتهم هم ال3. بعدها بحوالي سنه ونص كانت العمليه الثالثه بقى. جس وات ليه؟ طولت سنتي. ذاتس ات. يا ريتني ما طولت. انا اصلا كلي 157 سنتي ما كانتش فرقت يعني لما كنت 156 سنتي. السنتي اللي طولت ده دخلني عمليه. المهم طولت سنتي وبعدين ايه عشان كده ما طولتيش من بعده حرمتي. الحمد لله يعني كفايه. كفايه انا 157 سنتي راضيه رضا الحمد لله. المهم انا بيجيلي دايما في سيمبتومز كده لما بتجيلي ببقى عارفه ان في حاجه غلط. بتبقى حرقان في ظهري ببقى عايزه بص افرد ظهري ايا كان انا فين. لو في الشارع هنام في الشارع هفرد ظهري لازم من كتر الحرق شكشكه دبابيس ميه نار بتترمى على ظهري كده في حاجه غلط. ودي اصلا السيمبتومز اللي جات لي قبل ما اعرف ان انا كان عندي سكوليوزس. فلما بتجيلي السيمبتومز دي انا بقلق يعني كده ايه مشكله. يلا بينا على دكتور هشام وانا ومامي اصلا ايه رايحين له بالاشاعه خلاص احنا حافظينها. احنا عارفين الاشاعه اللي هنعملها بنروح نعملها ونروح لدكتور هشام على طول. في دكتور هشام كده واقف بص على الاشاعه صوت صرصور الحقل. مفيش. فقال لي بصي يا باكي. نقول لي يا دكتور انا عارفه بعد بصي يا باكي دي بتيجي في ايه. احنا عندنا مسمار اتحرك وبقى في مكان خطر جدا وفي 50% نسبه شلل. فده لو يعني ايه دخل على السباينال كورد او دلوقتي قريب منه. قال لي احنا هندخل عمليات يوم الاثنين ده كان بعد بكره يعني احنا كنا سبت. قلت له انا امتحانات ثانويه عامه كمان 3 أسابيع. احنا جريد 10 يعني جريد 10 عندنا مسابقه ثانويه عامه IGCSE ده كان كمان 3 أسابيع. قال لي لا ما هندخل عمليات اتصرف ما فيهاش. قلت له تمام. دخلت العمليه الثالثه وفعلا شال المسمار وكان نفسه يشيل بقيه المسامير شرايح والمسامير بتاعت الشريحات. بقيه الشرايح الموجوده فظيعه في العربي مبهره. لكن كان اوريدي خلاص دخلوا في الفرتبرا يعني العظم لم عليهم فكان هيبقى مش هينفع يعني يتشال. والحمد لله ايرون وومن هنا
باشا الله اكبر عليك. كان عايز يشيل مني اللقب. لا انا بحب اصفر في المطارات. وانا ماي سوبر باورز. جامد. وفعلا عملت العمليه والحمد لله كانت الريكفري بتاعها ما كانش سيء، والحمد لله عرفت ادخل الامتحانات بتاعتي وجبت 5 ستار. ما شاء الله. اي ستار دي يعني 100%، وربنا وفقني الحمد لله يعني. وكنت واخده القرار وقتها انك تبرسو الميديكال فيلد، ولا زي ما قلتي كده باي اكسكلوجن دخلتي اسنان اسكندريه؟ لا كنت كده واخده قرار ان انا برسو الميديكال فيلد علشان اخدت اي اس بيولوجي واي ليفل بيولوجي. احنا عندنا برضو في الاي جي زي علمي وادبي كده. فكونسبت ان انا كملت بيولوجي. انا كنت برضو هو مش يعني الميديكال فيلد مش باي اكسكلوجن قوي. انا كنت انا بحب الميديكال فيلد عامه. يعني من وانا صغيره كنت دايما بتفرج على دوكيومنتريز اسمها الاكستراوردينري بيبل. فالاكستراوردينري بيبل دول الناس اللي بيبقى عندهم كونديشنز غريبه، بيبقى زي كيس ريبورتس مش موجود مثلا غير 2-3 في العالم. كنت اقعد بقى ايه حاسه واحده بالليل بقى بتفرج على الدوكيومنتريز دي، وبابي يدخل عليا يقول لي يا بنتي بتتفرجي على ايه؟ والله العظيم اللي هو مثلا الولد اللي عنده باترفلاي سكين ومش عارفه حاجات كده ايه خزعبلات يعني. كلها بتلف وتدور وترجع لحته اليونيك سيلف يو ار. بالظبط كده. انا بجد اي حد مميز انا كان بيخطف قلبي. يعني انا بحس كده اللي هو انا بحب الحاجات الغريبه. يعني بحب ان انت لحد قريب انت كنت بتقولي لي الناس اللي بتبقى لون عينيها لون ولون. والبوليوزس ايوه ده انا عندي بوليوزس. والفيتيليجو. انا بحب عامه الحاجات السبيشال الديفرنت اليونيك. فدايما فالاكستراوردينري بيبل كانوا بيخطفوا قلبي بقى ايه اللي هو عندهم حاجات بتبقى يونيك. لكن مش دايما الدوكيومنتريز بتبقى اليونيك ان بوزيتيف واي. يعني في ناس بتبقى عندها مشاكل يعني difficulty in living. في ناس عندهم لا يعني مثلا الولد اللي عنده باترفلاي سكين ده كان حاجه صعبه جدا. هو جلده كان بيتقشر وعلى طول ألسرز يعني كان حاجه صعبه. فكنت دايما بقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين والحمد لله يعني. بس كنت ببقى عايزه اعرف طب توصل لايه، طب وعالجوه ازاي، طب ودلوقتي بقى عامل ازاي. كنت دايما بحب قد ايه ان الميديكال فيلد بيبقى very very important وبيتطور بيبقى عايزه تشوفي عايزه اعرف البيفور اند افتر. عايزه اشوف عملوا ايه، الدنيا مشيت ازاي، الحاجات دي. ده اللي خلق عندك الباشن للحته دي. مش عايزه مش باشن قوي هو كيوريوزيتي. وانا ما كنت يعني انا كنت بحب اكتر لو احنا خلاص بندخل في باث واي هاخد ماث ولا بيولوجي اخد بيولوجي ماشي. ما كنتش عندي صعوبه في فهم البيولوجي وكنت بحبه. كان على طول بيلزق في دماغي. يعني مثلا احدى امتحانات البيولوجي دخلت وانا مش مذاكره وجبت ستار. يعني مش هو بحسه كده common sense سيملس معايا. يعني الدنيا بتمشي لذيذه مش بتعب له يعني. بس اسنان كانت باي اكسكلوجن. اسنان كدنتستري كانت باي اكسكلوجن. انت زمان كمان ما بتبقاش عندك انفو عن الكليه اللي انت داخلها. انت مش عارف في اسنان داخل تعمل ايه، مش عارف في بشري داخل تعمل ايه برضو. يعني مش عارف بس انت بتحس ايه اللي هو انا كباكي لما كنت ببص الاسنان كنت بحس انهم عندهم سوشيال لايف. وكنت بفكر ان انا انا هدخل اسنان اخد الشهاده وهكارير شيفت. يعني انا بالنسبه لي كل ده it's just for ايه ان انا بعزز 100% اللي انا جبتها في ثانويه عامه. يبقى معايا فيلا بينا ندخل حاجه بس ايه كده. وطبعا ده فكر مش صح ان انت تعمله دلوقتي يعني. بس ساعتها كان باكي بتفكر بالطريقه دي اللي هو خلاص انا جبت 100% هدخل كليه طبيه. بلس ان انا كنت برضو مش عارفه انا احبها ولا لا. طب ممكن احبها. وفي نفس الوقت كنت خلاص قلت مش هدخل فنون جميله لان انا هبرسو ارت مع نفسي. حبيتيها؟ مش لازم اكون واخده ديجري. وحبيتي كليه؟ حبيت اسنان. ما حسيتش قوي نفسي despite انا كنت very 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 brilliant. يعني انا كنت بجد شاطره جدا وكنت very smart. وبرضو ارجع اقول لك ما كنتش بجد صعوبه في المذاكره. كنت بفهمها. بس انا من وانا في سنه ثالثه ما حسيتش ان انا I want to pursue life as a dentist. يعني مش كاريري بعد كده. حتى كاريري. لو انا شاطره في الدراسه دلوقتي بس مش ده الكارير اللي انا عايزه اكمل فيه. ما الحاجات دي ما بتبانش في الدراسه على قد ما بتبان في التريننجز.
يعني بعدين انا شاطره. مثلا انا يعني من الحاجات الحلوه اللي كانوا بيعملوها في الكليه ان هم كانوا بينزلونا تريننجز. فبقيت مثلا بنزل التريننج في مستشفى، اعرف خلاص ان ده الكارير ده عليه اكس. انا مش حابب لما اتخرج كصيدلي اشتغل از كلينيكال فارماسيست في اه مستشفى. رغم ان احنا كنا من الدفعات الاولى قوي، يعني من اوائل الدفعات في كلينيكال فارماسي. اعتقد كنا تاني دفعه في جامعه اسكندريه. بس انا خدت كلينيكال فارماسي فور اولا ذا نيم، ثانيا انا مقتنع مليون في المية ان احنا كنا بنتعلم تعليم احسن. كنا بناخد مواد من طب، فكان الموضوع engaging بالنسبة لي، لان انا برضو كنت بحب الحتة بتاعت البيولوجي، مش كله كيمستري. بس لما دخلت الفيلد، رغم ان انا كنت شاطر في مواد طب وكنت يعني الجريدز بتاعتي في الكلية لحد ما كويس، لما نزلت تريننج لا مش ده اللي انا عايز اعمله. فبحس نقطة اللي هو أنا شاطر في الكلية ملهاش أي علاقة بإن أنا عايز أكمل في الكارير ده. صح. أنا ممكن أبقى أرتب على الدفعة وأطلع أعمل كارير شيفت، ملهاش علاقة. ما لقيتش نفسي في الشغل اللي بعد الكلية. في براكتيكال وكل حاجة، بس سوق العمل مختلف عن سنين الدراسة خالص. فعشان كده ما حسيتش نفسي في النقطة دي. ويمكن شغلانة السيلز اللي احنا كلنا بنطلع نشتغلها، باي كلنا اي مين اغلب الشباب اللي بيبقوا في صيدله بيطلعوا مثلا يشتغلوا ميديكال رابس، دي ممكن يكون فيها 5% صيدله، الباقي كله سكيلز، سيلز، ارقام وحسابات وتارجت بريك داون. وخلاص احنا بنخش بقى في حته تانية خالص بتاعه سيلز اند ماركتنج، ملهاش او يعني 5% بالظبط من السنين اللي من الخمس سنين اللي درسناهم في الكليه. اي كان ريليت جدا يعني. يس. طب بعد كل الحاجات اللي عملتيها، حاسه انك would you rather be excellent او an expert في one thing، ولا يبقى عندك كده زي ما عملتي كده، اللي هو دخلتي خدتي من كل فيلم أغنية. فيلم اغنيه بالظبط؟ هو عامة بحب يبقى اخد من كل فيلم اغنية. معرفش، انا اتعودت على ان لما ربنا يبعت لي فرصة ملهاش لا. حلو. وارجع اقول لك علشان انا طفولتي كانت وحيدة بعض الشيء، فحسيت انه الحد الوحيد اللي هيقف في ظهرك وهيبقى معاك عمره ما هيتخلى عنك هو انت. فلازم تعمل الانفستمنت ده في نفسك. يعني كنت بذاكر علشان ده هيرفلكت عليا، كنت بعلم نفسي سكيل عشان انا اللي هكتسبها. عمري ما يعني عمرك ما هتدفع في نفسك مجهود وفلوس غير لما هيظهر عليك ده. علشان كده علمت نفسي الخياطة، انا بعرف اخيط. وعلشان كده عززت الفوكال كوردز بتاعتي وبقيت بعرف اغني. وعلشان كده برضو قويت الرسم بتاعي والسكيل بتاعتي فبقيت اعرف ارسم. علشان كده برضو كنت بقعد اذاكر وبقعد اشتغل على نفسي علشان اقوي من نفسي وابقى شخص مثقف. لان حتى في البريك وانا صغيرة، عشان انا بجد كنت افتقد للاصدقاء كما قلت سابقا، كنت بقعد في البريك في اللايبراري في المكتبة، بطلع الانسيكلوبيدياز وبطلع الكتب واقعد اذاكر واتبحر في المعلومات. وكمان كنت دي حاجه كنت بحب اعملها قوي، ان انا بجيب كتب بتاعه اطفال انجلش واعلم الدادات انجليزي واعلمهم يقروا ويكتبوا في وقت الفراغ بتاعي في البريك. كنت بحب، عشان كده برضو بترفلكت على البوينت اوف ان انا نفسي اعمل دايما خير ونفسي اعمل بوزيتيف امباكت في العالم. يعني ان وانا صغيره انا عايزه حاجه هادفه، اللي هو يعني اللي حد هيدعي لي بعدها. ايه الموتيف بتاعك انك تعملي ده؟ ممكن اقول لك غريزه مثلا. ما هي ايه الغريزه؟ ايه الموتيف؟ مفيش. انا اتولدت عندي هذا الشغف. I want to do good, I want to have a positive impact، اللي هو this is me. عارف، اللي هو بحس ان انا لو ما عملتيش ده مش انا، مش هيبقى انا، في حاجه ناقصه، مفيش درايف.
بالعكس هو ده اللي بيخليني دايما افكر اعمل ايه جود، ان انا الكونتريبيوشن بتاعي. طب معنى النجاح ايه بالنسبه لك؟ يعني امتى تقولي ان انا وصلت للحته اللي انا عايزاها ونجحت؟ لما اكون حاطه هدف قدامي واوصل له، مم. هو ده السكسس بتاعي. جول اورينتد جول او اورينتد يعني يعني انا بالنسبه لي حطيت لنفسي حاجه، اشتغلت عليها وصلت لها، ده سكسس. مم. بعد كده الحاجه دي وصلت لها الحمد لله، النقطه اللي بعدها اشتغلت على نفسي وصلت لها. مم. فهو ده بالنسبه لي السكسس، ان انا اوصل للاهداف او الجولز اللي انا بحطها لنفسي طيب في نيجي اي بقى، طب في اي مجال من المجالات. نيجي للفترات اللي في النص بقى، من الجول ده اللي وصلت له الحمد لله للجول اللي بعده، بيبقى في فترة كده، خلينا نقول الفترة دي بلاتو او يعني انا دلوقتي ما عنديش جول معين. Do you feel guilty في الفترة دي انك قاعدة ما بتعمليش حاجة؟ اه وبعدين بحس ان انا دايما عندي جولز. يعني عارف الانسان بيبقى ماشي ايه اللي هو زي ستيبس، سلالم. مم. ف فانت بتطلع الستيبس دي، وبعدين كل ستيب وراها ستيب، مم. هو سلم الى ما لا نهايه. ما هي الجولز بتاعتك او اهدافك الى حد ما مش ملهاش نهايه. يعني انا كباكي ما عنديش مثلا satisfaction، او الحمد لله مش عايزه اقول satisfaction، يعني الحمد لله راضيه باللي انا وصلت. الحمد لله الحمد لله كل حاجه بوصل لها بحمد ربنا ورضا وكل حاجه. بس دايما بيبقى عندك ايه، تطلع للأفضل، للي بعده، للافضل. فانا دايما بيبقى عندي ايه، الستاب دي خلصت خلاص نبص على الستاب اللي بعدها. يمكن اقول لك الستراجل بتبقى فين، بتبقى في وصولي للستاب اللي بعدها. مش بس عارفة انا لسه عايزه عايزة اعمل ايه مش عارفه next. اوصل ازاي، يعني في هدف معين عايزه اوصل له بس مش عارفه ايه الروت اللي انا المفروض اخده. يمكن واحنا صغيرين بيبقى اهدافك كلها مرئيه قدامك ومتحدده لك اوريدي، ومتحدده لك. فاللي هو مثلا ايه، اللي هو انا دلوقتي في جونيور 2، انا هقعد اشتغل على نفسي عشان اوصل لجونيور 3. فاهم قصدي؟ اللي هو جونيور ايه 3 انا دخلت فيها خلاص وانا مش يعني ما حضرت لهاش او ما كتبتش بالظبط. ان انا والله هل انا عايز ادخل على جونيور 3 ولا انا شايف ان انا ممكن اعمل بالظبط كده. الفرايتي اوف اوبشنز اللي موجوده هي اللي بتخلق الكونفيوجن بقى ده، بالظبط كده. ان انا حاسس ان انا تايه. طب انا فأنت- اكمل في اللي انا فيه ولا شيفت؟ فانت اون تراك لحد ما تتخرج من الكليه. ماشي. يعني انت في الكليه مثلا، انت في سنه اولى، انا قعدت اشتغل على نفسي علشان ايه، اولا انا لما كنت في الكليه انا ما كنتش حاطه خالص ترتيب في دماغي، مش فارق معايا. بس بعد يعني في سنه اولى طلعت الاولى على الدفعه. انا طبعا صدمت يعني من الفرحه طبعا، بس اللي هو انا ما عملتش حاجه علشان ما كانش ده هدفي. انا كنت بالنسبه لي ايه، انا رتبت في ثانويه عامه، خلاص دخلت الكليه اللي انا عايزاها، كليه قمه طب. وكلهم كانوا بيقولوا لنا كده اللي هو عدي بس عنق الزجاجه ولما تدخل كليه براحتك براحتك. فمحدش كان فانا كنت بجد مش فارق معايا. بس سبحان الله يشاء الله يعني ان انا اطلع الاولى على الدفعه، عجبتني. لان انا طول عمري كباكي لما بوصل ل ستيب معينه انا بحب امينتينت، او لما بوصل لسكسس معين بحب امينتينت. فلا طالما دقت البليس ده، البوزيشن ده، لازم ايه نكمل عليه. وده استراتيجي باكينام غيتا في الحياه، اللي هو انا بحب لما اكون في مكان ادي الماكسيمم بتاعي، لما اكون في مكان يبقى باكينام غيتا يبقى لازم يكون صح الصح. اوكي. فعشان كده انا كان بالنسبه لي هدفي ايه، ان انا افضل امينتين البوزيشن بتاعي الاولى على الدفعه. حلو. فهو الجول واضح وصريح، وهتمنتين ازاي، هتذاكر، تعمل اللي عليك، requirements، تشتغل، هتفحت نفسك في الكليه عشان تفضل في البوزيشن بتاعك ده. حلو قوي. الحياه بقى it's different. وممكن نرفلكت دلوقتي على الخطوه اللي كانت بعد التخرج وفي البوست جراد بقى. طبيعي جدا لما الاقي نفسي كنت بذاكر مع دفعتي وخلاص احنا كلنا زي ما يبقى في كده سباق غير معلن بيننا وبين بعض وكل واحد بيحاول وكلنا بنذاكر مع بعض بريشر بالظبط. فلما ده يخلص والاقي ان انا لسه مطلوب مني ان انا اذاكر،
الموضوع بيبقى اصعب بكتير اه وبيتطلب جهد ومجهود اكبر بكتير. هو متخيل. انا ما عدتش بيه. انا بس كل اصحابي اللي دخلوا في بوست جراد حكوا لي عن النقطه دي. انا يعني مثلا انا واحد من الناس ما كنتش بعرف اذاكر في البيت لوحدي. كان لازم ننزل نتجمع مع الشباب على القهوه، كلنا بنذاكر مع بعض، فبحس ان انا لوحدي. لما ما يبقاش فيه القعده دي انا مش هذاكر. صح. انا بجد مش هذاكر. لا عامه صح. ف اصل انا حسيت حسيتي كده في بالاختلاف ده؟ الماستر. طبعا. يعني انا في الماستر بصراحه يعني وده مش لوحدي، ده كل الناس في الماجستير. انت بتذاكر ب 60% من طاقتك، ما بتديلوش اكتر من كده اصلا، لانها نجاح وسقوط. الجي بي اي مش هيفرق معاك في حاجه. فانا بالنسبه لي خلاص انا هذاكر على قد طاقتي، مش فيش بقى ايه، مش هدفي ان انا اطلع الاولى على الدفعه في دفعه الماجستير. انا هدفي ان انا ايه، اعدي. فطريقه تفكيري وتداولي للموضوع كان مختلف تماما عن الكليه، عن الاندرجراد. ومع ذلك لسه بتexpect from yourself as باكينام ريتا اللي بتدخل في اي حاجه تاكسل فيها ان انت تاكسل. لا ازاي لا؟ لا في المواد، في الماجستير المواد نفسها ما كنتش باكسبكت ده من نفسي. ماشي. لان انا مش حاطه كجول. انا الجول بتاعي ان انا اعدي، انا عديت تمام. حلو. بس جميل. ما كنتش بتوقع من نفسي اكتر من كده. اوكي. فده لو احنا بنتكلم على مواد الماجستير. تمام. مشكله البوست جراد معايا بقى حاجه تانية خالص. انا لما اتعينت في قسم جراحه الوجه والفكين، او اي حد بيتعين معيد في الكليه لازم يكمل ايه في السلك الاكاديمي. فقدامه 10 سنين يعمل فيهم ايه، ماجستير ودكتوراه الاثنين. وانا لا كنت عايزه اعمل ماجستير ولا عايزه اعمل دكتوراه. يعني انا نفسي فان انا اقعد اعلم الطلبه. لا بجد والله طلابي حبايب قلبي هم اللي بجد بيبعثوا لي هذا الامل والبوزيتيفيتي، هم اللي مخليني اكمل اصلا. يعني من كتر الضغوطات اللي احنا بنشوفها هم اللي بجد بيفرحوا قلبي كده. المهم، فانت مجبر ان في 10 سنين تاخد ماجستير ودكتوراه. طب انا يا عم عايزه اريح، يعني انا لسه مخلصه دح السنين في الاندر جراد، عايزه افصل. ما عرفتش بقى ايه تفصل. فانت مجرد ان انت بتتعين خلاص يلا بقى ايه، كمل ماجستير على طول. ما انت لو عايز تاجز سنه ولا سنتين، ما انت بتاخد من 10 سنين بتوعك. ما انت كده كده هتتزنق. تزنق نفسك ليه؟ بحبحها. المهم اول ما انا اتعينت على طول خلاص يلا بينا نقدم ماجستير. تمام. انا طبعا مش قادره اقدم ماجستير. فهنا بقى واجهت هذه الصعوبه الشديده. واجهتي صعوبه انك لسه عندك الاكسبكتيشن انك تدي كل اللي عندك. ايوه. ومع ذلك مش قادره، مش عايزه. فبقت دي هي الستراجل. يعني مثلا وانا ايام الكليه انا كان عندي هدف، انا عايزه اطلع ايه، عايزه مينتين البوزيشن بتاع الاول على الدفعه. هنا انا بجد مفيش هدف. لا حياه لمن تنادي. يعني حتى كنت بقعد اتكلم مع مامي واخده ماجستير ودكتوراه ما شاء الله، فبتقول لي يا بنتي ده الموضوع كذا وكذا وكذا. قلت لها حضرتك كنت عايزه تعملي ماجستير، انا مش عايزه. انا مبسوطه ان انا خلاص اخدت التعهد بتاعنا وبقيت ايه، الدكتوره راحت الدكتوره وخلاص. ده اللي انا كنت داخله الكليه عشانه اصلا من الاول. بالظبط. اللي هو خلاص اللي هو يا جماعه انا بقيت دكتوره بسطتكم كلكم ومش عارف ايه، تمام كده سيبوني بقى. لا مفيش حاجه اسمها كده. مش انت بقيت معيد يبقى لازم تعيد. لازم تعيد دراستك تاني. بس فالموضوع كان صعب بقى. ابتدى بقى ايه، بقى عندي سيمبتومز ما كنتش بعاني منها. ابتديت ان انا ابص في الورق احس ان عايزه ارجع. بقيت ايه اللي هو مفيش حاجه اسمها تدح ايه، انا يا دوبك اقرا مرتين ثلاثه ادخل امتحن. لا بقيتش قادره. فابتدى طبعا باكي الستار ستودنت بقت ايه، افريج. وارتضيت بكده. الحمد لله. بس كان عامل كونفليكت في الاول. عامل كونفليكت وكان كنت في اكتئاب بقى اللي هو بجد. طب انا مش قادره. انا مش قادره بس اللي هو عايزه اعدي وخلاص. فابتدت بقى الجريدز تاني. اللي هو اول سنه اللي هو البيزك كنت داخله بقى وكراسه وقلم ازرق وقلم احمر والوان وايلاينر. بجد اخر سنه جلاد الوان وبتاع كنتش بكتب اصلا. لا ما كنتش بطبع الورق حتى انا ببص من على الموبايل. فلا اخد مني وقت ان انا اللي هو ايه
اتعافى من فكره ان انا داخله على مذاكره تاني. انا بجد ما كنتش قادره، فلو خلاص اللي هو I made peace with it على طول. اللي هو بيكي انت بجد مش محتاجه خالص تبقي اي حاجه، يعني انا بجد محتاجه اعدي. وفعلا يعني اللي حواليا كانوا الناس كانت بتضحك وكده، بس انا كنت لا خلاص، يعني اللي هو ايه، انا عايزه اعدي. انا مكتفيه بالحته دي دلوقتي. علشان طول ما كان في الصراع الداخلي بتاع انا مش راضي عن الافريج ده، انا المفروض ابقى الستار ستودنت، ده كان عامل انر كونفليكت ابن لذينه. يعني انت كنت بتحسي انك انا لازم ادي اكتر. identity crisis. طبعا ده مش على كده. يعني يعني لازم ادي اكتر، بس انا ما عنديش طاقه ادي اكتر بالظبط. فانت في الجراي زون اللي في النص، اللي انت حاسه انك بيرنت اوت فيها، وفي نفس الوقت ما عندكيش ان انت تدي زياده، وببذل مجهود اكتر. يعني طبعا انا كنت ببذل مجهود اكتر عن ايام الكليه، علشان بس بذل مجهود عشان افتح الحاجه اللي اذاكرها. لا بجد كان بياخد طاقه مني، لان حاجه مش عايزه اعملها. انا يعني مرغمه ان انا اعملها. فبجد ده اوريدي ان انت تعمل حاجه انت مش عايز تعملها، ده بياخد طاقه منك بنت لذينه. طب بتبقى انت مش قادر. ايه تاني يساعدك في انك to make your peace، او غير ان انت to make your peace with the fact ان انت خلاص ده اللي انا قادره اديه دلوقتي، وانا I accept ده. ايه تاني يساعدك انك to overcome البيرن اوت؟ عايزه ترجعي لما تبصي في حاجه to overcome فيها البيرن اوت، ويمكن ناس كتير ما بتاخدش بالها من ده، ان انت تفصل الايدنتيتي بتاعتك عن الحاجه اللي انت بتعملها. بمعنى انت كاحمد جلال، الايدنتيتي بتاعتك كاحمد جلال مش ان انت تحقق سيلز في شغلك، لانك ببساطه شديده لو في شهر السيلز عندك وقعت، انت اتهزيت، الكونفدنس بتاعك راح. ليه؟ لان انت واخد الايدنتيتي بتاعتك من شغلك، او تحقيقك للجول بتاعك في الفيلد. هو ده انا اللي هو التارجت، او انا عشان احقق التارجت يبقى كده انا احمد جلال. لا طبعا. لا طبعا. لو ابتدينا نفصل، وخلي بالك صعب الموضوع ده especially لو احنا perfectionists وجول اورينتد بيبل. احنا بنحط جولز، فصعب ان انت تفصل ده. يعني تحس ان انت لا، ما هو ده انا يعني. عشان كده زي ما قلت لك ايه، باكينام غيتا لما تكون في مكان لازم تبقى الماكسيمم. صح. فلما ابتديت افصل الكونسبت او الفكر ده عن الايدنتيتي بتاعتي، ابتدت الدنيا تهدى بقى. اللي هو لا، انا معيده جراحه وجه وفكين، لكن ايه وظيفتي في هذا المكان؟ ان انا اعلم الطلبه ان هم اخلي الجراحه اسهل عليهم، اخلي حياه الجامعه نفسها اسهل عليهم، بمعنى ان هم يكون نفسهم مفتوحه ان هم يحضروا السكاشن. بس ده وظيفتي، وان هم يتعلموا كويس جدا، يعرفوا الادوات، يعرفوا طريقه الخلع، كل حاجه. هو ده هدفي، ده كده اللي انا هقابل ربنا بيه. مش هقابل ربنا انا جبت جريد كام في ماده البين كنترول في الماجستير. لا، هو مش ده الهدف. هدف الحياه اكبر من كده بكتير، ان انت تحرق نفسك على مواد. فاهم؟ او على ايا كان اللي انت رابط بيه السيلف ايمج بتاعتك، سواء كان تارجت، سواء كان اي حاجه بقى اتشيفمنت في الشغل. بالظبط. فابتديت افكر بيكي، انت الهدف او وظيفتك اللي انت ماضيه عليها دي، انت بتعمليها باكمل وجه الحمد لله. الطلبه مبسوطين وراضيين الحمد لله. بتعلميهم كويس الحمد لله. خلاص، يبقى كده ايه، ده كده اتشيفد. كونسبت بقى الماجستير اللي هو انت مجبره تعمليه، مش شرط ان انت تاتشيف فيه الجريدز اللي انت متعوده عليها، عادي. ده مش السيلف وورث بتاعك. بلس ان انا ابتديت بقى لا خلاص، انا ليا حياه بيوند ده. يعني عندي الرسم بتاعي، عندي البلاتفورم بتاعي، عندي الكونتنت كرييشن، عشان انا بشتغل برضه في الكونتنت كرييشن. فخلاص، فابتديت اللي هو يعني يس، انا بعمل كل ده الحمد لله. فالسيلف وورث بتاعي مش متاخد من حاجه واحده، او مش متاخد ان انا لازم ابقى the perfectionist في مثلا في every single thing. لا، هو independent في حته لوحده. السيلف وورث بتاعي مش بيعلى ولا بيقل حسب انا achieved في كل حته قد ايه. بالظبط كده. فهو ده يمكن اللي خلى البيرن اوت تبقى
اهدى شويه او ما ادخلش فيها، ان انا بس ما افصل، يعني افصل ده عن ماي ايمج، ماي سيلف وورث، ماي كونفيدنس. حلو قوي، حلو قوي بجد. انا حاسس ان الادفايس دي ممكن ناس كتير قوي تفرق معاه، ايا كان مجالك وايا كان اللي انت شغال فيه. ديتاتش، يعني حاول دايما يبقى في حياة الشغل، حياتك انت الشخصية. وانس انك دخلت البيت خلاص، بالظبط. يعني لان هو فعلا افصل. البيرن اوت بيجي لك منين لو انت فكرت فيها؟ مديرك في الشغل غلس عليك، ادالك سمعك كلمتين انت ما على فكره مش المفروض تسمعهم. يعني انت ممكن تكون بجد محقق التارجت ومظبط الدنيا وكده، وبرضه هو قرر ان هو ايه. انت عارفة، انا بحس انه الناس اللي بتبرن اوت اكتر من الامبلويي عادي. انا ممكن يعني مديري sooner or later هعرف ازاي اهندله او ازاي اتعامل معاه، او هعرف اديتاتش. بحس العرضة اكتر ان هو يقع في البيرن اوت المدير نفسه، اللي هو من الاخر الانتربرينور اللي بيحاول يعمل حاجة، وبالنسبة له الحاجة دي يا صابت يا خابت، ومعناها ان انا يا صبت يا خبت. ما هي ما فيهاش انا بعمل دلوقتي مثلا ماي اون بزنس، وما فيش حد بقى يقدرني، ما فيش حد بيديني ايوه تاسكات. ايوه ده انا اللي حاطط لنفسي وحاطط على نفسي obligations معينة. لو انا ما لبتهاش في الوقت اللي انا حاطه لنفسي، انا هحس ان العجلة اسمها ايه، بتفرط مني، او ايوه خلاص الدنيا بتسيح، او ان انا مش قد اللي انا دخلت فيه. فانا دايما في سباق، مش مع حد، مع نفسي. بس انا في سباق مع احسن نسخة من نفسي، اللي جاهزة طول الوقت ان هي تنتج وتبقى productive وتعمل وتحل مشاكل صح. وتقابل كلاينتس وتحط استراتيجي وتنفذ المطلوب منها. فانا دايما في سباق مع هذه الفيرجن. ف once I'm not up to the standard، انا هحس ان انا يا اما بتكاسل، او لو انا ما عنديش طاقة هحس ان انا مش قد اللي انا داخل عليه ده، او هحس ان انا محتاج اعمل اكتر وانا ما عنديش طاقة ان انا اعمل اكتر. فدول بقى ازاي تديتاتش؟ ما انت السيلف ايمج بتاعتك غصب عنك اتربطت خلاص بمشروع، ده مشروع عمرك دلوقتي. عندك نصيحة معينة ليهم، او يعني شايفة ان الكلام ده ينطبق عليهم؟ هو ينطبق عليا جدا، لان ده اللي حصل معايا في البراند بتاعي بيكس فيفر، بس هو كان بره عن ماي اون كنترول. فالفكره كلها انه ما تحاسبش نفسك على حاجه مش في ايديك. بمعنى هرفلكت على حياتي انا اول نقطه في بيكس فيفر ان انا كنت وان مان شو. انا كنت الديزاينر، وانا كنت الماركتير، والمودلز كانوا اخواتي وصحابي، وكمان صحابي في الاول ساعدوني في الفوتوغرافي، وانا اللي كملت الفوتوغرافي، وانا اللي كنت انا البرينز بيهايند. انا كنت بعمل كل حاجه، انا كنت الشيبنج كومباني، كل حاجه برد على الدي ام، كنت كل حاجه، كل في الكل. انت تقدر تمينتين الموضوع ده سنه، سنتين، 3. I maintained it for 4 years، والدنيا كانت لذيذة. طيب ليه يا باكي؟ أنا I didn't start big. أنا بدأت المشروع بتاعي ب 3000 جنيه، 3000 جنيه، ما كنتش عايزة أخد من أهلي حاجة ولا أي حاجة. كنت عايزة إيه؟ أعمل البراند بتاعي، لأن أنا دايما عندي الكونسبت إن أنا الخسارة لو عليا محدش هيحس، بس أنا ما أقدرش أتحمل إن حد تاني يخسر بسببي. أوكي. فأنا اللي كنت باخد الريسك مع نفسي، ما عنديش مشكلة. تمام. والحمد لله بيكس فيفر كبرته بنفسه، والفلوس جريت وكبرت المشروع ونزلت بازارات، والدنيا كانت جميلة لحد ما حصل في 2024 8/5 عملت حادثة كبيرة قوي. فالحادثة دي تسببت في كسر في العمود الفقري ورقبتي فوق العملية وتحت العملية. المهم انه الريكفري كانت 4 شهور. في 4 شهور انا انعزلت عن العالم، طبعا بيكس فيفر وقف. وكمان بس الحمد لله في ال4 شهور دول يعني تحايلت على الموضوع، وعرفت ان انا اروح امتحن مواد الماجستير
امتحنت وانا نايمه، بس الحمد لله يعني ايه اتليست ما وقفتش هذه العجله. بعدها اكتشفت ان انا عندي تيومر، وعملت عمليه تانية وشلته، وريكفري كانت شهرين. كده دخلت في حمى روماتيزميه شهر 25 وشلت اللوز، وبعدها برضو ريكفري. فانا بجد قعدت منعزله فتره كبيره جدا عن الماركت. فطبعا بيكس فيفر كان اون بوز، والماركت ناس كتير قوي سبقت خلاص، براندز جديده طلعت وكله، بقيت انا لا انا مش، انا اولا جسديا مش قادره، نفسيا مش قادره، انا بتعافى يعني بتعافى من كله. فانا كده بقى مش في بيرن اوت، انا في الحضيض تحت بجد. ما فيش بقى خلاص، لا عندي مجهود ولا قادره ارجع وان مان شو. وغلط انك تبقى وان مان شو باي ذا واي، انت لازم البراند يكون ليها اساسيات تانية، بس انا كنت داخله بقلبي بس. فبقيت خلاص، هل اللي حصل لي ده كان within my control؟ لا. طب انا بحاسب نفسي عليه ليه؟ هل البوز اللي انا عاملاه البيكس فيفر دلوقتي ده يدل ان انا فيلير؟ يدل ان انا فشلت؟ لا، دي باوزه. تمام، ان شاء الله نرجع اقوى وافضل. بس هي الفكره كلها انك انت ليه بتدخل في بيرن اوت؟ عشان انت بت اوفر اكسبكت من نفسك. انت مش روبوت، انت مش مكنه، وكل حاجه هتحصل في وقتها as long as ان انت بتفكر صح، بتشتغل صح، معاك التيم بتاعك. لو احنا بنتكلم على انتربرينورز، بتتكلم على مثلا حد بيظبط البراند بتاعه، واتس اوكي ان انت تاخد بوز، واتس اوكي ان انت تعمل ريبراندنج، واتس اوكي ان انت تعمل كل حاجه، اتس اوكي ان انت تبدا من الاول. ارجع اقول لك اتس ذا سيم ثينج از السيلف ايمج. السيلف ايمج بتاعتك ما ينفعش تاخدها من انجازاتك الماديه او انجازاتك العمليه، او لا. انت في الاول you are an individual، انت اتولدت as a child، as a person، as a kid. الطفل ده هتحسه عمره ما هيدخل في بيرن اوت، لان هو مش متوقع من نفسه حاجه اكتر من اللي هو بيعملها. هو عايش في الحياه، بيمرح وبيلعب، بياكل، بينام، بيستمتع. هي النقطه دي المسؤوليات قصدك؟ لا، هي مش نقطه المسؤوليات على قد ما نقطه واحنا اطفال كنا بجد we couldn't care less about timing. وقت ما كنا اطفال احنا كنا عايشين في حاجه اسمها، يعني انا عايز ارفلكت في حاجتين، في الاباندنس وعكسها السكيرسيتي، وفي فكره الفير اوف ميسنج اوت. اوكي. الطفل الصغير اللي هو بيلعب ده هو ما عندوش لا فير اوف ميسنج اوت، ولا عنده فكره انه في وقت معين خلاص انا يعني محتاج بقى الحق فلان عشان هو كده هيلعب اكتر مني، او هو هي صح، او انا محتاج اخلص لعب بسرعه دلوقتي عشان مش هعرف العب بكره. مفيش الكلام ده. هو عنده abundance، وكلنا كان عندنا ده. عارفه امتى؟ وقت ما كانش فيه سوشيال ميديا. صح. لما كان ما فيه كنتش سوشيال حاسس ميديا بسرعه الحياه، او يعني خالص. أو مش حاسس مثلا بال on the other side of the globe بيعمل ايه. بالظبط. كان كل واحد ماشي في اللين بتاعه. وانا النهارده نجحت، بكره وقعت، بعده عديت حاجه معينه، مايلستونز، ولكن انا مركز في اللين بتاعتي. فالاباندنس هنا ان انا مفيش حد غيري واخد رزقي دلوقتي، انا ليا رزقي مقسوم لي، انا هسعى. بس اللي انا عايزه اقوله ان برضو دلوقتي مفيش حد واخد رزقك. يعني هي دي يمكن الناس اللي دايما معتقداه انه اصل انا لازم اعمل دلوقتي علشان لو حد سبقني فهو واخد من رزقي. لا، بالظبط. هو ربنا بيوزع الارزاق سواسيه، كل واحد هياخد رزقه، ومفيش حد هياخد رزق التاني. بالظبط كده خالص. هي دي بقى نقطه الاباندنس. دايما فكر في الاباندنس ان انت في شبه المثال بتاع البوفيه المفتوح. ايوه، اللي كل واحد بيخش ياخد منه اللي هو عايزه. هو لو حد سبقك هو انت ستيل في اكل موجود ويفيد، يكفي ويفيد. بالظبط. السكيرسيتي بقى بتاعت السوشيال ميديا ان انت بتفتح، انا النهارده مش قادر اعمل اي حاجه، بفتح بلاقي واحد صاحي من 5 الفجر وخلص تك 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 بس الواحد اللي صاحي من 5 الفجر ده صحى النهارده من 5 الفجر وعمل تك تك تك، وهو وراني اللي انا عايز اشوفه. بالظبط. ممكن بقيه الاسبوع او بقاله شهر صح، ما عملش حاجه. مظبوط. وممكن يكون شهر معكوك معاه مظبوط وبايظ. عشان كده برضو ارجع اقول لك المقارنه
يعني البير بريشر او المقارنه باللي حواليا هو ده اللي بيؤدي الى ستيتس البيرن اوت. لان انت بتكون حاسس ان انت you're not enough، ما عملتش enough، برضو عشان بتقارن باللي حواليك. ارجع اقول لك اللي حواليك برضو مش بيحطوا غير their good days on social media. صح. يعني هي سوشيال ميديا مش فيك اكتر ما هي سوشيال ميديا، بس كل واحد بيظهر الحلو اللي عنده. ايوه. بس اما لو واحد يومه فاضي ما عملش اي حاجه مش هيحطهولك. فنصيحتك للانتربرينور اللي بيعاني من البيرن اوت بسبب ان هو اللي حاطط البريشر على نفسه، stay in your lane، ركز في وفرة واباندنس. أيوة. وطول ما انت بتحاول هتجيب، وخلي عينك مع نفسك مش مع اللي حواليك. وما تحملش نفسك فوق طاقتها في حاجة مش within your control بجد. لان دي كمان انا كنت عشان اوصل للمرحلة دي اخدت مني وقت كتير، لان انا كنت دايما بحاسب نفسي على حاجات بجد هي مش في ساعتي. انا هعمل ايه؟ انا ايدي متكتفة. طب بتظلمي نفسك ليه؟ انا كمان I'm an overthinker. وحش an overthinker بطريقة سيئة. فبقعد اجلد ذاتي الى ما لا نهاية. طب يا باكي ما هو مش في استطاعتك يا ماما، يعني give yourself a break. فهي بس دي الفكرة. طبعا it's easier said than done، موضوع محتاج شغل، بس هي الفكرة ان احنا اتليست نبدأ بان احنا نفكر نفسنا بالكلام ده قبل ما ننام ولما نصحى الصبح، اللي هو حاجة تقدر تغيرها نشتغل عليها. حاجة مش في وسعك تغيرها خلاص يبقى تمام كده، يبقى ندعي ربنا يفرجها علينا ان شاء الله، الدنيا تبقى جميلة. ودايما في مقولة انا مؤمنة بيها، وان شاء الله يعني ربنا يفرجها علينا جميعا: وما يؤخر الا ليعوض. وانا حطها في سوري المايك ده انا بدلته معايا طب في السلسله بتاعتي. ايوه. ان شاء الله كل تاخير وفي خير، وان شاء الله لما ربنا ياخر حاجه احنا نفسنا فيها بيبقى باذن الله يعني العوض اللي جاي كبير. ما يؤخر الا للعوض. love it. وصلنا لاخر سؤال بجد ده الوقت عدى بسرعه جدا يا بيكو. عايزك تختاري بقى you know how it goes، يعني عايزك تختاري حاجة. واخده بالي ان انت مغير. انا شلت عصام. ايوه، وحطيت لك مكانه البرواز ده عشان عايزك تختاريه. ماشي هختار هختاره. فاكرة البرواز ده صح؟ طبعا. احكي قصته. كان عندنا كامبين انا وانت مع ايرس، وكان من بداية الكامبينز اللي انت ابتديت تدخل معايا فيهم. كان كامبين جميل قوي. احنا روحنا المفروض دي عينينا احنا الاتنين. عايزة اخد جاس مين عيني، يمين ولا شمال وهم fused together infinity. بس كان انا بحب قوي الجفت انا بعشقه بجد. البرواز ده one of my favorite pieces ever. السؤال المرتبط بيه بقى فكرة ان احنا الحمد لله نعمة كبيرة من ربنا ان احنا نبقى قادرين نعيش مع بعض ونرفلكت، كل واحد يرفلكت على التاني. لانه مهما كان السلف ريفلكشن بتاعك عالي جدا وكنت على اعلى درجات من الوعي بالذات، مش هيبقى زي ما حد يشوفك من بره ويديلك رأي تاني ممكن يكون غايب عنك. فقوليلي كده 3 حاجات ممكن تكوني أخدتي بالك منهم فيا وأنا ممكن ما كنتش عارفهم عن نفسي، أو لسه بلايند سبوت بالنسبة لي الحتة دي. 3 صفات أو 3 حاجات مثلا أخدتي بالك إن أنا بعملهم من أوتو بايلوت، أو يعني 3 حاجات عامة أخدتي بالك منهم فيا من ساعة ما اتجوزنا. أنا ممكن أجاوب من كونسبت إن أنت ممكن ما تكونش واخد بالك منهم يعني بصراحة. مش صفات أو كده، بس حابة أفكرك بيهم. أول حاجة قد إيه إن أنت شخص هارد وركر قوي.
ما شاء الله بجد انت مش بتكون شايف ده. وهتلاقيني كتير قوي بقولك انا فخوره بيك جدا، انا فخوره بيك جدا، علشان ببقى عايزه افكرك قد ايه ما شاء الله ان انت بتشتغل على نفسك جدا، وبجد بتبحث نفسك وانت مش حاسس، وقد ايه ان انت دايما بتقلل من هذا الانجاز، ان انت دايما بتبقى شايف انه لا I'm not doing enough، لا I'm not good enough، لا انا محتاج اعمل كذا، محتاج اعمل كذا. فانا ببقى الصوت اللي عايز اقولك انت بجد بتعمل حلو قوي، انت شغال حلو جدا، you are hard working، بجد برافو عليك. فحابة دايما الفت نظرك ان انت بجد ما شاء الله، بجد يعني توب نوتش. دي نمبر 1، ان انت بجد ما شاء الله a very hard working person، وانا فخورة بيك جدا. هقولها لك كل شوية. تاني حاجة هي ممكن تكون انت مش واخد بالك منها، بس انت شخص حنين قوي، وانا بحب حنيتك دي جدا. انت بس مش حنين عليا، لا انت حنين على بجد كل الناس اللي حواليك. والموضوع ده بيبقى appreciated قوي كمان في مجال الشغل، ان دايما الشخص بيبقى محتاج حد يبقى يطبطب عليه، وانت الشخص اللي بتشو appreciation قوي. بحس الناس او لو احنا بنتكلم على نطاق العمل، الناس فعلا بتفتقد لمديرهم ان يكون بيطبطب عليهم وبيشو appreciation. وانا مش قصدي طبعا ان انت ايه ماشي بقى توزع لفظ في كل حته، ومثلا اللي ما بيشتغلش معلش وكده، لا انا بتكلم على بجد كبروفيشنالي. في مديرين كتير قوي فاكرين ان دي شطاره من عندهم ان هم يقعدوا يجلدوا يعني الستاف اللي تحت ايديهم وكده، هم فاكرين ايه اصل انا بجلده عشان اطلع احسن ما عنده. لا مش هشتغلك، مش هعملك. بس انت عندك فن الابريشيشن ده وفن الطبطبه دي، وفعلا ده بينبع عن قلب كبير. ربنا يحميك يا حبيبي، يعني ما شاء الله عليك. فدي حاجه فعلا حبيت الفت نظرك ليها. انت ساعات بتحس ان ده ممكن يكون يتفهم غلط، بس لا ده من وجهه نظرك، بس اقولك لا بالعكس، الناس بتقدر ده جدا، وبتقدر ان انت بتابريشيت الافورتس اللي هم بيحطوها والورك اللي هم بيحطوه. فدي تاني نقطه. تالت نقطه بس دي انت عارفها عن نفسك يعني، بس انا بحبك فيها جدا، ان انت you're spontaneous، اللي هو بحب قوي. يمكن فينا احنا الاتنين ان احنا كيدوز احنا كده اللي هو عندنا الهارت اوف ا تشايلد. بجد ما عندناش كونسبت اسمه انا سني كذا، اللي هو لا we're not bound by age، لا احنا طاقت في دماغنا هنروح نسكاي دايف، رحنا سكاي دايف. اللي هو بجد انا بحب فينا ده جدا. وانا عارفه ان دي حاجه يعني معلش انا غشيت في اخر واحده، بس هو بجد you probably know about yourself ان انت spontaneous. بس بحب فيك ده قوي، ومش عايزاك ابدا تفقد السبارك دي، لان انت بتخليني spontaneous زيك. يعني يمكن انا ما كنتش spontaneous before، كنت طاقه شويه، بس احساس احنا طاقين مع بعض دي بجد بتبقى اللي هو فحابه اقولك بجد ان هي ما شاء الله ما شاء الله. ربنا كده يعزز طاقتنا ده مع بعضينا. بس فعلا بحس ان هو قد ايه you always want to be this healthy version of you, this young version of you، اللي هو لا I'm not going to forfeit للcorporate life، انا مش هفضل بس هنا، لا انا عايز اعيش حياتي، وعايز استمتع، وعايز experience new things، وعايز اسافر، ودي حاجه بجد جميله قوي. فكره ان احنا يلا بينا هي دي بجد جميله قوي. تحفه حبيبي. loved your answer.
شكرا. مش عارف اعلي عليها ازاي. لا يا عم ماشي باشا، كله من عندك بقى تحفه. I would say رقم واحد، الانرجي اللي بتاخديها لأي مكان جديد بتروحيه، ودي انا بحسها لان انا ببقى second بقى opinion، او انا اللي ببقى بأوبزرف من بره. الناس حواليكي وازاي بيبقى فيه انرجي شيفت كده وانس ان بيكو دخلت المكان. it's inspiring يعني. بالنسبة لي أنا ساعات بحس اللي هو يا بخت الطلاب اللي بيبقوا معاكي في الجامعة. بجد يعني لو كان عندي معيدة زي القمر كده ممكن تفوت سكشن يعني. فده واحد. اتنين، بحب فيك انك فكرة يعني your dreams are never ending. يعني دي برضو يمكن حاجة انت عارفاها عن نفسك، ولكن بفكرك بيها علشان السيت باكس. انا دايما بقول لك كده، حتى لما تيجي تقولي لي بيبقى انا خسرت 1000 فولور، بقول لك مش مشكلة عشان هتكسبي 2000. ايوه تكسبي ولا لا؟ صح. ف انا مقتنع دايما ان السيت باكس بتحصل علشان في الاول بتteach you a lesson، وبعدين بتجراوند يو، وبعدين بتنطلقي منها لقدام زي السهم كده اللي بيتشد عشان يروح مسافة أبعد. ف never lose this in you, never lose the spark. تالت حاجة انا بحبك قوي. أنا بموت فيك. تالت حاجة انت ممكن ما تكونيش عارفاها عن نفسك. هقولها لك بعد ما نخلص الصوت. اتفقنا؟ دن. بحبك. شكرا انكم قضيتوا معانا السهرة دي. احنا جه ميعاد نومنا فهنسيبكم دلوقتي. لو اتبسطتوا معانا بالقعدة وعايزين تشوفوا حلقات اكتر من بودكاست على نار هادية، make sure to subscribe. Thank you Pico for being my guest for tonight. وإن شاء الله استنوا حلقات أكتر الفترة اللي جاية. دايما هنا بنحاول نتكلم في الأسئلة اللي بتتوه في وسط الدوشة واللي ما بنبقاش عارفين لها إجابات أو بننسى نسألها ساعات، زي البيرن اوت والاحتراق النفسي وإن أنت إزاي تحافظ على نفسك منه. ولو حسيت إن الحلقة النهاردة كان فيها إجابات عن شوية أسئلة كانت عندك، اكتب لنا في الكومنتس ايه اكتر حاجة. انتي بالحركات دي بتزاوليني. اكتب لنا في الكومنتس ايه اكتر حاجة حبيتها في الحلقة النهاردة، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. قولوا لنا لو عايزين بارت 2 من الحلقة دي. المرة الجاية ممكن انت تستضيفيني مثلا. ايوه. واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية من بودكاست على نار هادية. سلام.